هو كل مرة اللي سبق بياكل النبأ. أنا سلمى سامي ودي حلقة جديدة من تيك تاك. كل سنة بنشوف ابل بتاخد حيز اكبر من السوق، لو مش بالمبيعات فبالضجة اللي بتحصل مع كل اصدار جديد. طب ازاي قدرت توصل لده رغم ان سبقها اي بي ام ومايكروسوفت في المجال؟ ابل في الاول كانت شركة متخصصة في انتاج الكمبيوتر، كانت عاوزة يكون ليها بصمتها الخاص، مش زي كل الشركات اللي بتعتمد على نظام الويندوز. عملت نظام تشغيل خاص بيه وهو الماك او اس، وده كان نظام تشغيل الماكنتوش، واللي كان بعد وقعات كتير ورحلة فشل وخسائر ضخمة. وقتها النظام عجب الناس لانه كان تفاعلي جدا وبيسهل على اليوزرز طريقة ادخال الاوامر، عكس الانظمة التانية اللي كانت بتلزمه بادخال سطور نصية لكل امر. ومن هنا بدأت رحلة النجاح، وده من خلال ابتكار أجهزة جديدة ثورية بتدي المستخدم تجربة مميزة زي الايبود والايفون اللي اصداره كان يعتبر معركة انتحارية لابل، بس فازت بيها في الاخر. ابداع ابل ما وقفش وكملت في الماك او اس، ونقلت ابداعها للايفون والايباد وابل ووتش وكمان ابل فيجن اللي انبهرنا بيها الايام اللي فاتت، واللي عشان تعزز وجودها من قبل نزولها الاسواق اعلنت عن 3 ماستر كلاسز لتصميم التطبيقات الخاصة بالنضارة، هتلاقيها في الكومنتات، وهو ده اللي محافظ على مكانها في المقدمة لغاية ما بقت واحدة من اكبر الشركات في العالم بقيمة سوقية تعدت ال 2 تريليون دولار. ودلوقتي عاوز تعرف طريقك للصدارة؟ خليك زي ابل، مجتهد مرن ومبدع. ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب لو بتشوفنا على يوتيوب.